كم كلفني شمال الايطالي لمده اسبوع؟ بهذا الفيديو راح اعطيك خطه كامله بالاسعار، وطبعا الاسعار تفرق حسب الموسم. انا رحت بشهر 8. الخطه تبدا من ميلان، اجرت بي ام وسعرها حول 130 دولار يوميا فل انشورنس. اول يوم تاخذ لك لفه بالسنتر بساحه الدومو وما يمنع تتسوق، والسكن بفندق رادسون بلو نظيف ومودرن ويبعد عن السنتر 10 دقائق تقريبا بالسياره، وسعره حول 120 دولار بالليله. ثاني يوم تنطلق للدولومايتس، درب 3 ساعات وتاخذ لك ليلتين بكوخ، والاسعار تبدا من 150 دولار بالليله تقريبا. اول مكان تروح له بحيره برايس وقريب منها زحلاقيه فامبو. ثاني يوم تروح تلفريك سيدا اللي راح يصعدك لارتفاع 2000 متر، وبعدها شلالات جالفن كلام وبينهم ساعه، وبعدها تنطلق لهذا المنتجع اللي ثيمه خيالي وهذه اطلالته، بس احسب حساب انه ما في تكييف وغالبا بالليل يكون براد اذا تبي تبطل الدريشه، وسعر الليله حول ال 500 دولار بس يسوى وحلو تاخذ لك فيه ليله. بعدها ترجع لميلان، وانصحك تمر بالدرب جاردا لاند، مدينه ملاهي كبيره تنفع للكبار والصغار، وسعر تذكرتها تقريبا 15 دينار. تختمها اخر يوم بهذا الاوتلت اللي يبعد ساعه عن ميلان. واذا تبي هالخطه كامله مع كل لوكيشن تواصل مع مكتب ويانا ودز الفيديو حق اللي ناوي يسافر ايطاليا قريب.